منتصر الجزيري مدرب فريق شبان الملعب الصفاقسي والأصناف الشاب بالملعب الصفاقسي. مباراة ودية اليوم، هزيمة ربما تكون حافز للملاعبية، خاصة وأنه فما مباراة كأس السنافيك. اكيد اليوم عملنا مباراه وديه باش الوليدات يقعدوا في النسق نتاع المباريات. تعرف اليوم جمعه ديما ما نلعبوش، دونك اخترنا نعملوا مباراه وديه مع جمعيه معروفه في الصفاقس اللي هي جمعيه الاهلي الصفاقسي، جمعيه معروفه بالتكوين الشبان اللي فيها. كانت الهزيمه لازمه وقاسيه وتخلي الصغيرات على ساقيهم في القاعه. ما يفرحوش برشا بالترشح للبلاي اوف، ما يشوفوش ياسر القدام، ديما يخليوا عينيهم تحت ساقيهم، وهذا ما يخلينا نزيدوا نصلحوا اللي لازم نصلحوه ونطوروا اللي لازم نطوروه. منتصر اليوم والا الموسم هل فرت من ادجوان الى مدرب اول اصناف شابه، ظهر لي خدمه كبيره برشا، ظهر لي وسع بال كبير برشا. كيفاش ريت الظروف، خاصه وانه وقت اللي سمعت اخبار التعيين وانه منتصر الجزيري مدرب اول في صنف 2003؟ والله شو نقول لك، انا كان اختيار مني اني نكون انجوا في مع سي حبيب الحمروني في الكادي او في الجينيور. هذا باش يخليني انا من انسان نحب نتكون، نحب نتعلم. الكرة فيها برشا حاجات لازمك تعرفهم في التعرف، في التدريب، في الفيستير، واخترت اني نكون مع سي حبيب باش نتعلم منه برشا حاجات. الحمد لله تعلمت برشا حاجات. كنت قبل نخدم كمدرب اول في فرق اخرى، وتوا اخترت اني نخدم باش نتعلم كما قلت لك. وجاء توا تعيين في اصناف الشبان مع تروزيس في مينيم ا. الحمد لله انا قاعدين نخدموا، قاعدين نكونوا في الصغيرات، وان شاء الله نواصلوا في الخدمه هذه ونكونوا فيها الصغيرات، وربي يوفقنا ان شاء الله. اليوم نحكيو وحكينا بليتو على مدرب شاب، نحكيو على نتائج يعني ممتازه برشا في المينيم ا بلاي اوف، فما كوب السنه فيكم في تطاوين. نحكيو على طموحات منتصر الجزيري، خاصه وانه يرى نفسه شنو الموقع اللي راه سلا منتصر الجزيري، خاصه وانه خذا كما قلت المينيم ا. والله هو اي كل مدرب يطمح انه يقدم القدام في التدريب كيف مع الاصناف الشابه ولا في الاصناف الكبرى السنيور معناتها. اكيد قاعدين نخدموا على رواحنا، قاعدين نكونوا رواحنا، قاعدين نتقدموا، قاعدين نتعلموا، قاعدين نقراو، خاطر الكره هذه فيها برشا حاجات. ان شاء الله ان شاء الله احنا يكون ادائنا باهي ومردودنا باهي في التدريب مع الصنف اللي نخدم فيه، وان شاء الله الثقه تكون محلوله قدامنا مع تروازيز ولا مع اي نادي اخر، كيف سواء في صفاقس ولا في اي بلاصه اخرى ان شاء الله. لو خيروك بوست في الملعب الصفاقسي، شنو هي الكاتيجوري اللي تختارها وشنو هو الموقع اللي تختاره؟ اكيد واحد انه يطمح ديما للقدام معناتها، اكيد انه ديما يفيز لو سينيور سي نورمال معناتها. اكيد اي واحد في الاصناف الشابه انه يغزر الاعلى قمه اللي هي تكون مدرب في صنف السينيور، وهذا ان شاء الله بيجي كان بالخدمه والمثابره، وان شاء الله نوصلوا له علاش لا في يوم من الايام. لو خيروك على نادي في صفاقس ينشط في مدينه صفاقس، شنو تختار؟ اكيد في صفاقس ما تنجم تختار كان نادي رياضي الصفاقسي معناتها الجمعيه الاولى في صفاقس، جمعيه كبيره. مش انا باش نجي اليوم نحكي عن نادي رياضي الصفاقسي، اكيد باش تكون نادي رياضي الصفاقسي. لو خيروك جمعيه في تونس، نحكيو كلوب افريكا، نحكيو لاسبيرونس، نحكيو ليتوال، نحكيو سي اس اس، في تونس شنو هي الفريق وشنو هي البوست اللي تطمح باش توصل لها في ليكيب هذيك؟ والله في تونس معناتها ديما احنا كي باش نحكيو على 4 جمعيات كبار في تونس معناتها. عندك نادي الصفاقسي، النجم الساحلي، النادي الافريقي، والترجي التونسي. اكيد واحد انه يطمح انه يكون في نهار في يوم من الايام على راس احد هذه الفرق واللي هو يعني سميت لك يعني نادي الصفاقسي. بالنسبه لمرحله الاياب خلينا نحكيو، وانه اكيد ملم بالليكيب سينيور، اكيد بالفريق الاول في الملعب الصفاقسي، فريق ب 16 نقطه، انتصر اليوم في بن عروس انتصار ثمين ويخليه باش يمشي ويرجع للمرحله الورديه والمرحله الايجابيه. شنو تقول وشنو ترى السلاح في التروازيس، وشنو طموحات التروازيس بطبيعه الحال من منطلق وانت مدرب؟ الحمد لله قبل كل شيء اليوم جبنا 3 نقاط صعيبه ياسر من بن عروس،
وهذا يخلينا نخدموا ونكملوا ممكن ماتشات المجانين مرتاحين. وتعرف انت اكثريه لي ماتش نتاع التروازيس في الديبلاسمونات كلها على الاكستيريور. ان شاء الله تلمد النقاط الكل من الديبلاسمونات نتاعها، على خاطر هذه حاجه هامه انك تجيب النقاط من برا، واكيد انك تربح النقاط اللي عندك يكون فيها في الصفاقس. ان شاء الله بالطبيعه التروازيس سنه في اطار الشراكه اللي عملتها مع النادي الصفاقسي تطمح بالطبيعه انها تلعب البلاي اوف، وتطمح انها توصل للدرجه الاولى. وان شاء الله نوصلوا للشيء هذايا في قادم الجولات مع تحقيق العديد من النقاط ان شاء الله. بالنسبه للملاعبيه اكيد يراو فيك على مستوى الصفحه الرسميه للملعب الصفاقسي، خاصه اللي تدرب فيهم انت. شنو تقول للملاعبيه وشنو تقول خاصه انه للمسؤولين في الملعب الصفاقسي؟ شنو ينقص اليوم منصار الجزيري؟ بطبيعه الحال احنا نحكيو على الكوتي ماتريال وحكي معاك. والله الملاعبيه نتاعي ديما نقول لهم سخيكم في القاعه، خدموا على رواحكم، مازلتوا صغار، لازمك ديما منضبط، ديما متقدم متخلق، تتدرب، تكون ديسيبليني في الانترينمون اكيد، وكل نهار لازم تتعلم حاجه جديده باش يتطور ادائك، سواء سير تيران ولا سواء الاكستيريور، خاطر برا لازم برشا. وربي يوفقهم وربي ينجحهم كيف سواء في قرايتهم ولا في الكره. بالنسبه للتروازيس تعرفوا لي احنا اهم حاجه نطلبوها ديما من الاداره نتاعنا اللي احنا يوفروا لنا تران غازوني، معناتها تران كارطون، اللي احنا اليوم هذا معناتها الجمعيه الوحيده اللي تستخدم في تران باتيل. هيك اهم مطلب عنا، ان شاء الله يوفروا لنا المطلب هذايا في اسرع وقت باش نجموا نوصلوا بالشبان التروازيس الابعد من اللي احنا وصلنا له السنه ان شاء الله.